السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى ايه؟ نص كيلو كده من الطحينة. يعني عايزة اقول لكم، شايفين هو بيتكلم عن نفسه الشكل والقوام، وكمان هقول لكم والله العظيم الطعم تحفة جدا. طعم الطحينة بالظبط، وكمان كمية اوفر بكتير. بص، شايفين نعومتها حلوة قوي. وكمان عملت نص كيلو، يعني نص كيلو ب10 جنيه وبس. نص كيلو ب10 جنيه. رحت يا جماعة هشتري ربع كيلو طحينة، بيقولي ب35 جنيه. ربع كيلو ب35 جنيه. لا، انا بقى عملت نص كيلو ب10 جنيه. بصوا بقى، انا هنا عملت ايه؟ جبت ب5 جنيه سمسم ابيض مش محمص، و5 جنيه سوداني ابيض برضو مش محمص. بس كده، هو كده ب10 جنيه. انا بقى عندي معلقتين دقيق كبار. حطيت كل المكونات دي على بعض، الدقيق والسوداني والسمسم الابيض، حطيتهم كلهم على بعض. وبعد كده بقى ايه؟ ابتديت ان انا اديهم تشويحه كده على النار من غير اي حاجه، في طاسه كده فاضيه. يبتدوا بس ايه؟ يطلعوا الرطوبه اللي فيهم، تبقى ايه؟ سخنه كده. اقلب بقى السوداني على السمسم على الدقيق، تطلع منهم الرطوبه بس ايه؟ تطلع يعني يا دوب كده تمسكي ال- الخليط كده بايدك، او المكونات بتاعتك تلاقيها سخنه في ايدك، يبقى كده خلاص. بس عشان لما كمان نيجي نطحنها تطلع لنا الزيوت اللي فيها. بصوا بقى، انا عملت هنا ايه؟ انا حطيت نص الكمية في المطحنة بتاعتي. تمام، لان المطحنة بتاعتي يعني صغيرة شوية. حطيت نص الكمية في المطحنة، وابتديت ان انا ايه؟ اديها كده طحنة كده ايه؟ حلوة كده. طبعا هي في الاول بتبتدي ايه؟ ترخم شوية يعني. آه في المطحنة. تمام. بعد كده بقى ايه؟ بعد اول طحنة، بصوا بقت ايه؟ بقت عبارة عن رمل. هبتدي بقى ان انا ايه؟ اقلبها كده بالمعلقة. وبعد كده هرجع تاني اطحنها، مش ده القوام خالص اللي انا عايزاه. هرجعها تاني في المطحنة. بعد كده هرجعها تاني اهو. بصوا بتطحن اهي، بتلف بالراحة يعني، برضو عشان هي ايه؟ تقيلة على المطحنة، فبنعمل شوية شوية. بصوا برضو هنا ايه؟ هنا ابتدت، بصوا اهي طلعت زيوت وبقت طحينة من غير اي حاجة. شايفين؟ هو ده بقى القوام اللي انا عايزة اوصله. بقت طحينة وطلعت الزيوت من غير اي حاجة، من غير ما نضيف اي مكون تاني. كده نص الكمية. هنزود نص الكمية التانية وهنرجع نعمل بنفس الطريقة. خليكي ورا السمسم والسوداني لغاية ما يطلع الزيوت ويبقى ده قوامه، يبقى عامل كده زي المربى او زي الزبدة. لكن طول ما هي مرملة وبتتفتفت كده عاملة زي الرمل، دي لسه كده، لسه ما اتطحنتش، يعني مش ده القوام خالص اللي انا عايزاه. انا هنا ابتديت ان انا اطحن في كل المكونات، بقيه المكونات بتاعتي، وبقى ده قوامها. بصوا طلعت زيوت وبقت عامله ازاي، شايفين؟ اهو انا بوريكم المعلقه طحينه من غير زيت ومن غير اي حاجه. تمام، دي الكميه بقى بتاعتي. هنا بقى معايا ايه؟ شوفوا، ده فنجان قهوه. فنجان قهوه ازاز. يعني يعتبر يعني حطيت فيه زيت الا ربع، يعني ما مليتهوش. تمام. ودي كميه الطحينه بتاعتي. هبتدي بقى ان انا انزل بكميه الزيت بتاعتي كده، واحط عليها رشه ملح صغيره، رشه بسيطه قوي. وهبتدي ان انا ايه؟ اخلط في الزيت لغايه ما لونه يبيض. ليه؟ عشان الطحينه بتاعتي لما تتركن، الزيت ما يطلعش لفوق والطحينه تسقط تحت. مش بتجيبوا برطمان الطحينه من بره وتلاقوا الطحينه تحت لازقه في الارضيه بتاعه البرطمان او البطرمان، والزيت من فوق؟ ده عشان الخطوه دي لازم نقلب الزيت كويس جدا جدا جدا. طبعا انا عملت بالهاند بلندر عشان الخلاط عندي بايظ. فانا ابتديت ان انا ايه؟ احط الزيت كده والطحينه في كازارولا عندي يعني. وبقيت بعمل بالهاند بلندر. لكن لو انت عندك الخلاط سليم، هتحطي الزيت الاول يتخلط بس الاول مع ذرة الملح لما لونه يبيض، وبعد كده هتنزلي بخليط الطحينة بتاعك لغاية ما يديكي القوام ده. تمام، سهلة جدا وبسيطة. وده بطرمان اللي هو بتاع العسل، انا غسلته. البطرمان ده للي عارفينه، البطرمان ده نص كيلو. انا كنت جايبة بطرمانين عسل، الواحد نص كيلو، ده خلص، فقلت اعمل فيه طحينة
واوريهولكم اهو. بصوا بقى الكميه، ومعايا كمان شويه هنحط عليهم ايه عسل وكده اهو. البطرمان ده اخو ده نص كيلو. بصوا بقى هنا حطيت كده حبه عسل، وبعد كده بقى ايه احط عليهم بقيه الطحينه بتاعتي. بذمتكم بقى الطحينه دي بقى ولا مش طحينه؟ وعملناها ب10 جنيه بس. تمن يعني 10 جنيه دي ما تجيش اي حاجه، ولا تيجي تمن الدقيق ولا الزيت ولا اي حاجه. بصوا طبعا البيوت كلها فيها زيت، يعني مش هنضطر ان احنا نشتري زيت. شايفين بقى الشكل والقوام؟ لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.